السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي قدام حضراتكم ديت طبعا الفنانة روبي. روبي دي يعني فنانة مغنية وراقصة مصرية. كانت فين بقى؟ كانت في السعودية بتحيي اللي هو موسم الترفيه. للأسف الشديد دلوقتي طبعا السعودية دي معروفة إنها رمز الإسلام، وتحولت الآن إلى يعني محافل للرقص والغناء والقمار وكل ما هو مفسد في حياة الدنيا. أصبح الآن في المملكة العربية السعودية للأسف الشديد منبع الإسلام. وهي دي بقى روبي اللي مين اللي باعتها؟ دي طبعا مصرية. مصرية يعني ايه؟ يعني مين يعني اللي يخص روبي؟ طبعا الازهر. الازهر كمؤسسة دينية في مصر لم تعترض على ارسال روبي لافساد ما تبقى في المملكة العربية السعودية. وحتى يعني الازهر يعني لم يلتفت لهذا الامر، وما اتكلمش في اي حاجه، او مثلا قال ان ده حرام او ما لا يجوز. حتى ان هو يغير غيره بسيطه كده على بلاد الحرمين اللي هو منبع الاسلام مفيش. يعني صمت كامل من الازهر على ما يحدث يعني في السعوديه من المصريين. للأسف الشديد السعودية بتعتمد على تحولها من منهج الالتزام والدين الصحيح إلى الفساد وال يعني الضلال. بتعتمد على المصريين الفنانين المصريين أمثال روبي اللي قدام حضراتكم. وطبعا في ممثلين كتير وممثلات مصريين بيروحوا هناك يفسدوا الدنيا. زي في واحدة برضو اسمها نهى مش عارف ايه كده، أخذت يعني هدية من السعودية عربية ثمنها 20 مليون جنيه، نظرا لأنها راحت هناك اشتركت في إفساد الشعب السعودي. وللأسف الشديد الشعب السعودي يعني أصبح جثة هامدة، ولا ينطق ولا يعترض ولا أي شيء. وأنا متأكد إن في كتير منهم يعني معترض على هذا الأمر لكن ما يقدرش يتكلم. وفي منهم طبعا اللي هو مبسوط بهذا التحول، وكانوا بيسعوا لهذا التحول. وطبعا اللي يخص الكلام ده اللي هم الشيعة والإخوان والصوفية راضيين تماما على تحول السعودية لمنهج الفسق والفساد وارتاحوا. واكبر دليل على كده ان ايران الان اللي كانت ايام ما كانت السعوديه ملتزمه نوعا ما، كانت دايما السعوديه يعني ايران في عداء دائم علني مع السعوديه. وكانت دايما في تهديدات وفي يعني طبعا ده كل ده اللي وراه امريكا والاخوه البعده. لكن الآن بنشوف إيران في صمت كامل ورضا، بل حصل تقارب ما بينها وبين محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد في السعودية، اللي هو أفسد السعودية الآن. وأصبح في رضا كامل. ومع إن إيران بتقول لك إنها بتدعي إن هي الجمهورية الإسلامية، يعني هم عايزين ينشروا الإسلام. ولما لقت السعودية بتتحول لهذا الفسق رضيت وسكتت وبطلت تهديد ليها، وعملوا علاقات معاها ومع السعودية، وأصبح الجو جميل جدا الآن في رضا كامل علشان السعودية تحولت من الالتزام إلى الفساد. المهم يعني اللي أنا عايز أركز عليه إن الأزهر ليه يعني برضو ساكت على هذا الأمر، ولم يعترض على إرسال فنانين مصريين وفنانات راقصات يروحوا يشتركوا في إفساد السعودية. يعني دي نقطة وعلامة استفهام كبيرة على الأزهر، مؤسسة الأزهر والمشايخ. لأن اللي مسيطر على الأزهر طبعا مشايخ صوفية. والصوفية لما نقول صوفية يعني الإخوان. يعني الصوفية هم الإخوان، بدليل إن حسن البنا كان صوفي حصافي شاذلي، وهو اللي قال في مجموعة رسائله ومذكراته الدعوة والداعية إن الإخوان جماعة صوفية. لأن في ناس مدلسين عايزين يوحوا للناس إن الصوفية شيء
والاخوان شيء. لا، الاخوان هم الصوفيه والصوفيه هم الاخوان. الكلام ده معروف، وفي الاخر الاتنين بيصبوا في الشيعه الفاطميه. تمام. دي حاجه يعني انا قلتها كذا مره وشرحتها كذا مره. اللي يحب يعني يعرف ايه قصتهم بالظبط وازاي الصله ما بينهم، ممكن يطلب في التعليقات تحت، وانا يعني تحت امره افهمه العمليه بالتفصيل. المهم يعني الازهر عليه علامة استفهام كبيرة على هذا الصمت، اللي الناس يقول لك ده الأزهر هو اللي مش عارف المؤسسة الباقية طب ما هو اللي مشترك أهو، يعني ما كل دول يعني تحت مسؤوليته. يعني هيقول لك بقى ده هو ما يقدرش يقول لها لا او ما تروحيش وبتاع، ماشي. طلع بيان، اعترض حتى، يعني مجرد بيان يعني برأ ذمتك امام الله انك بريء من هذه الافعال ومن اشتراك الفنانين المصريين اللي عندك في بلدك ان هم بيروحوا يفسدوا بلاد الحرمين. السلام عليكم ورحمة الله.